استمع إلى هذه المداخلة. سيد عبد الله، معنا سندس من الكويت، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. لو سمحت حبيت ابارك حق كل كويتي شريف بمناسبة اغلاق قناة سكوب، قناة الفتنة. هذا مصيرها المفروض يصير من زمان، بس وايد سكتت عنها الحكومة، ووايد اعطتها اكبر من حجمها، وهذه نهاية هذا المفروض يصير. يعني هل افهم منك سيدة سندس انك تبررين ما قام به البعض من اعتداء وتحطيم لممتلكات هذه القناة؟ هل هذا العمل مبرر من قبل من وجهة نظرك، نظرا لان هذه الفتنة ان هذه القناة برأيك قناة فتن؟ اي قناة فتن، لكن والحين انتم خليتوا القضية الاساسية اللي هي هجوم فجر السعيد واخوها وتطاولهم على الحكومة، وعلى بغض النظر عن الحكومة يتطاولون على الحكومة، ما تعجبهم سياسة الحكومة، هذا شيء راي، حرية راي وكيفهم، لكن انهم يتطاولون على شيوخنا لا، عاد حدهم، خط احمر. انا اشوف انا ايضا لم افهم. نحن نقر هنا في هذه الحلقة وفي اي منطق بانه لا يجوز التطاول على الاسر ايا كانت هذه الاسر، لكن انا اتحدث عن مسألة الرد المفترض أن يكون بحق هذه التجاوزات. هل يكون هذا الرد في رأيك سيدة سندس بتحطيم هذه القنوات التي تبث مثل هذه الفتن برأيك؟ هذا أقل، لأنهم اللي سووه المفروض يكون رده أكبر من كذي، هم يستاهلون أكثر من كذي. وبعدين أنا في تعليق جاي مسج من أم طارق من السعودية تقول أن فجر السعيد وطلال السعيد يجب أن تدرس وطنيتهم، عليها بالعافية خل تاخذهم السعودية وتدرس وطنية فجر وطلال السعيد في السعودية. الكويت احنا ما نقبل فيهم، لا فجر ولا طلاق. يعني أنا أسألك عن أشياء محددة، لماذا تحيلينني إلى ما يحدث من قبل المشاركين في السعودية وغيره؟ أنا أسألك هل تبررين الاعتداء على القناة بهذه الصورة حتى لو كانت أو كنت تعتبرينها تبث فتنا؟ إيه تبث فتن، وأنا أشك أنهم يحبون الكويت. طيب، على أي حال معنا السيد علي حمود من الكويت أيضا، مشاركة أخرى. سيد علي تفضل. سيد علي حمود من الكويت، هل تسمعني؟ يبدو أن الخط الهاتفي انقطع بيننا وبينه. نتوجه مرة أخرى إلى السيد مالك حمود الصباح، المحامي عن الأسرة الحاكمة. استمعت إلى مداخلة السيد عبد الله عثمان السعيد، ما ردك على ما قال؟ ردي على الأستاذ عبد الله اللي جالس عندك حاليا، إن قناة سكوب تطرقت لأمر خطير جدا، عملت فتنة كبيرة داخل العائلة، والآن الموضوع وصل داخل بيت الحكم، وهذه القضية لابد أن يكون حكومة الكويت وعلى رأسها سمو رئيس وزراء موقف حازم. إذا قناة سكوب دائما تدعي أن هي فيها ولاء وحب للأسرة، لماذا قامت بتجريح شخص معالي الشيخ أحمد سيد الأحمد وإخوانه، وجرحت فيهم من كبيرهم وصغيرهم، وقاعدة تحط الأغاني وتبث الأغاني ضد الشيوخ اللي مثبوت لهم كل محبة وتقدير، اللي والدهم الشهيد مات على قصر دسمان. هذا الكلام مرفوض. إذا هم يتكلمون عن التجريح والكلام، ذرية مبارك أول ناس جرحوا في ذرية مبارك، ومن أول ناس جرحوا في رموزها الشيخ أحمد الفهد اللي كل الكويت يحبه، ما تلاقي واحد كويتي ما يحب هذا الشخص، وإخوانه جرحوه وتتكلموا عليه في أمور كثيرة، وكل أهل الكويت عارفين شيء. هذا لابد يكون في حدود، لأن كل بيت لابد يكون في حزم وربط. الواحد في بيتك إذا ما تصير حازم ورابط مع أبنائك ما حد يحترمك. فإحنا نقول حق عبد الله السعيد وأسرته ارجعوا إلى صوابكم، نحن ما عندنا خلاف معاكم، احنا عندنا علاقات طيبة مع الكل، ونحن على مسافة قريبة مع الكل، ولكن نتمنى من جرأتكم الآن انه يطلع طلال السعيد امام الملأ سواء عن طريق قناة الجزيرة الغراء او اي قناة اخرى، ويقبل ويقول اعتذاره، يعتذر لأسرة مالك السلمان اللي مدفونين تحت الارض من 50 سنة بالقبور وهم شهداء بإذن الله، ويقول نحن اخطأنا وتكلمنا وجرحنا هذه الأسرة عريقة، ويسكر على هذا الملف إذا هو يريد الشيء هذا. طيب، معنا مشاركة من محمد فالح من السعودية، لنستمع إلى هذه المشاركة.